بمعلقة ليمون واحدة وشوية سمنة هتعملي كل يوم فطير مشلتت بطريقة عبقرية ومميزة مبتكرة جدا. تعالي هعلمك ازاي تعملي فطير مشلتت بشوية سمنة ومعلقة ليمون. طريقة فرد جديدة للفطير المشلتت سهلة خالص، ولا هتتعبي ايديكي ولا اي حاجة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. هنعمل فطير مشلتت بنص كيلو من الدقيق. حطيت معلقتين صغيرين من السكر وحطيت نص معلقة ملح. المكونات دي مظبوطة 100%. حطيت كوباية مية وهخلي نص كوباية جنبي. هنا طبعا على حسب نوع الدقيق. ده نوع دقيق متعدد الاستخدامات، يعني اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات هتستخدميه للفطير. انا هحط المية شوية بشوية زي ما انتوا شايفين، وهعجن بيدي. والطريقة المعتادة اللي متابعني هيعرف انا بعجن ازاي يا جماعة الفطير المشلتت، وباخد منه احلى عجينة يا زهرة الكون. لو عملتيها هتدعيلي ان شاء الله. بصراحة موضوع الكيس ده ريح كتير. اصلا كده كده هي الكمية قليلة، فمش لازم احنا نقعد نعجن فيها ربع ساعة، وعلى ايه نتعب ايدينا ربع ساعة. لكن لو عجين كتير مثلا هتعملي 3 كيلو 4 كيلو عجنيهم بايديك فيش مشكلة. هم عشان كتار مش هياخدوا برضو وقت، لكن العجينة القليلة دايما بتاخد وقت معانا اطول. فعشان كده بنرميها في الكيس وبنسيبها وبتاخد وتدي مع نفسها. شايفين العجينة شكلها مش سمبل خالص يا جماعة، منعكشة وحالتها يعني دي ما تعملش فطير خالص. لا انا بستسهل عن نفسي. وهو نص كيلو، يعني لغاية كيلو ممكن تحطيه في الكيس. هتفتحي الكيس وتحطي له معلقة زيت صغيرة وتقومي لفة فيه العجينة بتاعتك. بصراحة هي ربع ساعة وهتلاقي العجينة دي خيال. هتشوفيها معايا ماشي يا زهرة الكون. حطي لي لايك كده بايدك القمر وهتشوفي اسهل طريقة للفطير المشلتت في طريقة الفرد بتاعته. بس هنا المية لازم تكون دافية يا جماعة. شتا صيف المية تكون دافية، يعني ما تقوليش احنا في الصيف ونحطها من الحنفية. لا لازم تكون دافية، يعني زي دمع العين كده. بس انا سبتها ربع ساعة زي ما انتوا شايفين وهنشوفها معانا. هتشوفوا العجينة شكلها طالع معايا ازاي. ولا ريحت 5 دقايق ولا رجعت لها 5 دقايق. بس كده بنزل البلانشة بتاعتي انا وهوريكم العجينة شكلها عامل ازاي. تحفة بصراحة. موضوع الكيس ده سهل عليا كتير. شايفين العجينة اهي، ولا لتيت ولا عجنت. شايفين تحفة قوامها بصراحة تحفة. هتقولي طب انت كل مرة بتجيبي لنا نفس الطريقة بتاعت الكيس. طب ما انا عشان في ناس جديدة بتدخل على القناة يا جماعة، عشان كده لازم يشوفوا طريقة العجن مثلا ازاي الفطير. فانا عايزة طريقة العجن اهم من الفطير نفسه. طول ما انت تعجني الفطير هيديكي فطير مورق وهيبقى لونه كده فاتح معاكي. لكن لو ما عجنتيش الفطير طبعا هيتقطع معاكي وهيبقى مش حلو، وهيبقى مجلد كده، وهيبقى الورقة بتاعته هتبقى تخينة. لكن كل ما تعجنيه هتبقى الورقة بتاعته خفيفة. بس كده يا زهرة الكون. سمان شايفين العجينة كأنك خمرتيها، فيها فتحات زي التخمير من كتر ما هي مرتاحت في الكيس واخدت ودت مع نفسها. طريقة بصراحة سهلة خالص وبسيطة وهتعملي احلى فطير. بس كده يا زهرة الكون. تابعيني كده لاخر الفيديو ان شاء الله وحطي لي لايك بايدك القمر. بس انا النص كيلو ده هعمله 12 كورة زي ما انتوا هتشوفوا معايا. انا هكوره 12 كورة. انت عايزة تصغري عايزة تكبري دي براحتك. بس 12 كورة ممكن تعمليهم 3 فطاير، ممكن تعمليهم فطيرتين، وممكن تعمليهم انا عملتهم واحدة كبيرة واحدة صغيرة. هنا هاتيلي بقى شوية السمنة اللي هنفرد بيهم الفطير بتاعنا. يعني كوباية الا ربع من السمنة، وهاتيلي معلقة ليمون. هتقولوا لي ليه معلقة ليمون؟ هي ناقصة افتكاسات زي ما كتبتولي في معلقة النشا ومعلقة الطحينة. لا مش افتكاسات، احنا بنجرب وبنشوف الاصلح لينا احنا بنعمله. حطيت معلقة ليمون يا جماعة، تعصروا الليمون. وفيها معلقة نشا برضو. في ناس كتبت لي ان النشا بينشف الفطير. لا ما بينشفوش يا جماعة، والله العظيم دي اهيني بحلف لكم انا حاطة فيها نشا. دي سمنة عادية من اي نوع سمنة من العلب، ومعاها شوية زيت ومعاها شوية زبدة بلدي.
دول التلاتة مع بعض. حطيت معلقة الليمون عليهم وحط عليهم ايه معلقة النشا. بس هنا بفرد الفطير بتاعي زي ما انتوا شايفين. انا حطيت المادة الدهنية في الصينية زي ما انتوا شفتوا، وهحط كل 4 كور فوق بعض بفردهم كده. انا هنا ما ريحتش الكور، مجرد انا ما خلصت تقطيع وحضرت المادة الدهنية بتاعتي وهفردهم على طول واحطهم في المادة الدهنية. الطريقة دي كمان يا جماعة تحفة، انك تريحي العجينة في الزيت بتاعك او المادة الدهنية او السمنة. بس لازم تكوني مسيحاها، ما تكونش مثلا من العلبة وتقومي حطاها وتريحي فيها العجينة، لا، تسيحيها وبعد كده هي لوحدها هتمسك. كل 4 مع بعض، دول 12 كورة زي ما انتوا شايفين. بس كده في الحالة دي هنا لازم اريحهم. ولازم ايه تعملي كل واحدة تحطي واحدة وتحطي ايه عليها شوية سمنة، واحدة وفوقها شوية سمنة. شايفين اهي بعد ربع ساعة، شايفين العجينة عاملة ازاي يا جماعة؟ تحفة تحفة، بقت لبان معايا زي اللبان. اهي السمنة جمدت معايا. بس طبعا انا هشتغل على الرخامة عشان عايزة مساحة. وجبت اول 4 كور زي ما قلت لك. عايزة 4 هتعمليهم فطيرة، يعني ممكن دول يتعملوا 3 فطاير. فانا هعمل 4 و4 يعني 8 فطيرة، وهعمل 4 فطيرة واحدة. دي الفطيرة الكبيرة الاول. شايفين الفطير بيسرح ازاي معايا؟ شايفين؟ امسكيه كده بكفة ايدك وايه واسرحي بيه. شايفين يا جماعة؟ تحفة. طبعا انت بتفردي اول فردتين 3 وبعد كده تقومي قلبها، عشان لو في واحدة مثلا ايه نقصت معاكي من تحت. شايفين اهي؟ فرديها زي ما انت شايفاني كده بالظبط. تحفة. طريقة سهلة برضو في الفرد، سريعة. ممكن تعملي 100 فطيرة وانت واقفة مش هتحسي بيهم خالص. وممكن تحطي ال3 على بعض وتعمليهم فطيرة واحدة اللي هو نص كيلو. بس هيعوزوا منك طبعا صينية مقاس ايه، مقاس كبير، يعني على الاقل مقاس مثلا 40 عشان يشيل معاك النص كيلو. لكن عشان انا الصواني عندي صغيرة فانا عملت 2 وعملت واحدة. بس انا جبت الاولانية حطيت عليها كده اهو. طبعا انت بعد ما تفردي خالص تقومي برضي بلة ايديكي وحاطه شوية سمنة. شايفين الطريقة سهلة ازاي يا جماعة؟ تحفة. ولمي كده الاطراف، ولازم تفردي الاطراف كويس، ما تخليش الاطراف معاكي تخينة. لو حاسة فيها كلاكيع ولا اي حاجة عادي شيليها. بس كده تمام. هنجيب الصينية ونحطها في الصينية دي الكبيرة اللي هم دول 8 كور يا جماعة. مقاس الصينية دي 30، اكبر صينية في صينية البسبوسة. بس كده تمام. بصوا دي اللي هي ايه 4 كرات فوق بعض. هفردها انا على السريع عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو يا زهرة الكون. طريقة سهلة وبسيطة خالص. طبعا قلبتها وفرديها. طبعا هي فيها مادة دهنية فانا مش محتاجة احط لها، بس بعد ما اخلصها فرد بحط لها ايه واجي اطبقها زي كده بحط لها مادة دهنية يدوب تبلي ايدك بلان. بس كده تمام. شايفين انا عملتها ايه مربعة وبعد كده هفردها. شايفين؟ هفردها واكورها واخليها مدورة. بس انا ريحتها شوية. بس كده تمام. هنحطها بس كده. هنسيبهم ايه يريحوا شوية وبعد كده نفردهم على طول. طريقة سهلة ما خدتش وقت خالص يا جماعة. هو مشكلة الفطير في التريح. ريحت الفطير هتاكلي احلى فطير، ما ريحتهوش هتاكلي فطير مجلد وهتاكلي فطير ناشف وهتاكلي فطير الورقة بتاعته ايه تخينة. لكن تريحيه هتاخدي احلى فطير. تريحيه في العجين وتريحيه في التقطيع وتريحيه لما تعمليه كور وتريحيه لما تحطيه في الصواني وتريحيه بعد ما برضو بعد ما ايه تعبي بيه الصواني زي الحركة اللي انا بعملها دي. ريحيه برضو بعد ما تعملي كده خالص حتى تشغلي الفرن. بس انا حطيته على درجة حرارة عالية طبعا زي ما انتوا عارفين. عندي فرن صغنن كده، عندي نار فوق وتحت. شايفين يا جماعة؟ تحفة خيال. شايفين؟ طبعا الفرن كانت سخنة خالص فايه عملته معايا شوية من تحت. شايفين اهو طري. اللي بيقول معلقة النشا بتنشفه، لا مش بتنشفه ولا اي حاجة.
ده احلى فطير تعمليه بالنشا وبالليمون وبمعلقة الدقيق. تحفة. ورق ورق كده، ورق ورق ورق، شايفين؟ تحفة. وطريقة سهلة خالص وبسيطة يا جماعة. يا زهرة الكون، حطي لايك يا زهرة الكون لأحلى طريقة للفطير المشلتت. شوية عسل كده، عايزة تحطي عليه سكر بودر وشوية لبن برضو هيبقى زي العسل. اهو افتح لكم حتة تانية، شايفين التوريقة يا جماعة؟ تحفة 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 تحفة. وبالهنا والشفا ليكم مقدما. ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. واحلى وصفة فطير مشلتت. مع السلامة، اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله.